أول ما دخلت القرية لقيت يافطة مكتوب عليها ممنوع الخروج بعد الغروب. الغريب إن اليافطة كانت لسه مبلولة وكأن حد لسه كاتبها حالا. اسمي شريف. شغلي سواق توصيلات بين المحافظات، وبالليل بحب أصور أماكن غريبة بالموبايل. مش شجاعة قد ما هو ملل بيزق الواحد يدور على أي إحساس. في يوم شتوي الطريق اختصر عليا بسبب تحويلة. لقيت نفسي ماشي في طريق زراعي ضيق، يميني ترع ومزارع وشمالي أشجار متشابكة بتغطي السماء. الشبكة فصلت والراديو بقى كله تشويش. كنت عايز أرجع بس البنزين كان قليل، فقلت أكمل شوية أكيد هلاقي محطة أو قرية. بعد نص ساعة شفت مدخل قرية صغيرة، طريق ترابي داخل بين بيوت طوب قديم. مفيش أنوار شارع غير عمود واحد واقف زي شاهد قبر، وعليه لفتة صدي مكتوب عليها بخط مش مطبوع: ممنوع الخروج بعد الغروب. استغربت، قرية إيه اللي تكتب كده؟ والأغرب إن الشمس كانت بتغيب بسرعة غير طبيعية، كأن حد بيطفي الدنيا. دخلت بالعربية ببطء. القرية ساكتة، سكون مش بتاع ناس نايمة، ده سكون مكان اتنسى. البيوت مقفولة، الشبابيك مسدودة بخشب، والشارع فاضي. أول حاجة لفتت نظري ريحة عيش سخن، ريحة عيش بلدي لسه طالع من الفرن، بس مفيش فرن شغال. وبعدين شفت فرن قديم بابه حديد مقفول والريحة برضه طالعة. وقفت العربية ونزلت وناديت: يا جماعة في حد هنا؟ ولا نفس. مشيت شوية وسمعت حفيف خفيف وباب بيت على اليمين موارب. قلت يمكن حد محتاج مساعدة. دفعت الباب بهدوء. جوه ضلمة خفيفة وضوء مغرب داخل من الشقوق، ولقيت ترابيزة عليها أكل لسه سخن، فول وعيش وشاي عليه بخار، بس مفيش حد قاعد. وفجأة سمعت صوت كرسي بيزحف كك كك. اتلفت بسرعة، مفيش حد، بس الكرسي اتحرك لوحده سنة وبعدين وقف. قلبي دق. سحبت نفسي بره البيت وقلت يمكن هوا، يمكن الأرض مايلة. تبريرات عبيطة وأنا عارف. قررت أرجع للعربية وأطلع فورا. وأنا راجع سمعت أذان مغرب واضح جدا طالع من جامع القرية. جريت ناحية الجامع. جامع صغير وبابه مفتوح. دخلت، فاضي تماما. السجادة مفروشة وعليها تراب خفيف كأنها متثابت. الميكروفون فوق بس مفيش حد، والأذان شغال كأنه خارج من الهوا نفسه. الأذان خلص وسكون تقيل رجع. خرجت، لقيت الليل نزل مرة واحدة، كأن الغروب اتشال من النص واترمى. رجعت للعربية، لقيت على الإزاز الأمامي كتابة على التراب: اتأخر. اتجمدت. مين كتبها؟ أنا كنت جوه الجامع والشارع فاضي. مسحتها بسرعة وركبت. دورت العربية والحمد لله اشتغلت. حطيت النمرة وبدأت أرجع ناحية مدخل القرية، بس الطريق ما كانش بيرجع. كل شوية ألس وارجع لنفس ميدان صغير فيه شجرة جميز وترابيزة حجر. نزلت وأنا بزعق: إيه ده؟ بصيت للسما، مفيش نجوم، غيم منخفض زي سقف قريب، والهوا بارد بزيادة، وبرضه نفس ريحة العيش السخن. وفجأة سمعت خطوات جاية من ورا الشجرة، خطوة خطوة بطيئة. ناديت: مين؟ الخطوات وقفت، وبعدين صوت قديم قال: انت من بره. قلت: ايوه، تايه، عايز اطلع. رد الصوت: ما ينفعش. قلت: ليه؟ قال: عشان انت دخلت قبل ما تسلم. قلت: اسلم ايه؟ مفيش رد. لقيت على الترابيزة الحجر دفتر قديم كأنه مستني حد. فتحته. الصفحة الأولى: لو وصلت هنا ابعد عن البيوت وابعد عن الجامع، وما تردش على صوت بيقول اسمك. جلبت الصفحات، لقيت حكاية مكتوبة: القرية كانت عادية لحد ما جالنا غريب وقت المغرب، جال تايه وعايز مية، دخلناه. من يومها كل يوم غروب القرية بتكفل على نفسها، واللي يدخل لازم يسيب حاجة وإلا هو اللي هيتساب. رفعت راسي وسمعت همس جريب من ودني: سيب. وبعدها أوضح: سيب مفتاحك. اتجمدت. مفاتيح العربية في جيبي، ايدي راحت لوحدها ناحيتها. سحبتها بسرعة كأني بفوق نفسي. Can't see a قلت damn لأ، thing in this أنا مش fog. بسيب حاجة. ركبت What was العربية وقررت أخرج بالعافية. شغلت الأنوار، النور كان ضعيف كأنه بيتاكل من الظلمة. سقت بسرعة لحد ما لمحت مدخل القرية، وقبل ما أوصل ظهر قدامي بيت في نص الطريق.
بيت ما كانش موجود من ثواني. وقفت فرامل مرة واحدة، الباب اتفتح ببطء وطلع منه نفس الريحة، ومعاها ريحة تراب مبلول. الصوت القديم قال: انت مش فاهم، احنا مش بنمنعك من الخروج، احنا بنمنع القرية من انها تطلع معاك. قلت: تطلع معايا؟ قال: لو خرجت من غير ما تسيب حاجة هتاخدها، هتاخد اللي جواها. قلت بعصبية: طب عايزين ايه؟ رد: حاجة تفضل هنا بدل ما انت تفضل. رجعت ناحية المدخل، لقيت اللفتة تاني: ممنوع الخروج بعد الغروب، وتحتها إضافة جديدة مكتوبة حالا: إلا لو سلمت. وقفت لحظة وبصيت لمفاتيحي، وبصيت للضلمة اللي ورايا اللي كأنها بتتقدم خطوة خطوة. فكيت سلسلة المفاتيح اللي عليها تعليقة اسمي وعلقتها في مسمار صدي جنب اللافتة. أول ما سبتها سمعت نفس طويل كأنه ارتاح. الهوا اتغير والغيمة اتفتح سنة، وفي آخر الطريق شفت أنوار عربية على الطريق الرئيسي. جريت للعربية ودورت. المرة دي الطريق ملفش. خرجت فعلا. وأنا سايق بصيت في المراية، لقيت مدخل القرية بيبعد واللفتة واقفة، بس شفت حد واقف عندها ماسك مفاتيحي ورافعها كأنه بيقول: الدور عليك. ولما بصيت قدامي لقيت على كرسي العربية اللي جنبي دفتر القرية مفتوح على صفحة واحدة: مبروك خرجت، بس خدت معاك العلامة. رفعت ايدي، لقيت أثر تراب اسود شكل بصمة مش راضي يروح مهما مسحته. ومن ساعتها كل يوم عند الغروب بسمع نفس الهمس من ورايا: ارجع. وانا عارف ان القرية ما خرجتش معايا كلها، بس سابت لي حاجة كفاية عشان تفضل فاكر الطريق. بعد ما خرجت للطريق الرئيسي سوقت كتير وانا مش مصدق. كنت حاسس ان العربية ماشية من غير ما انا سايق، كأن الطريق بيزقني بعيد عن المكان. بصيت في جيبي، مفاتيحي مش موجودة، مع ذلك العربية كانت شغالة. وقفت عند أول كشك على الطريق عشان أستوعب. لقيت إيدي بتترعش وريحة التراب الأسود لسه لازقة في مناخيري. دخلت الكشك أطلب مية. الراجل اللي جوه بصلي نظرة طويلة وسألني من غير مقدمات: جاي منين؟ عايز مية. طريق زراعي في قرية. قبل ما أكمل وشه اتغير وقال بسرعة ولا كلمة. جاي منين؟ ولف ظهره كأنه ما سمعش. وأنا بدفع لقيت على الرخامة أثر بصمة تراب سود، ولا كلمة. نفس البصمة اللي على إيدي. رجعت البيت قبل الفجر، حاولت أنام معرفتش. كل ما غمض عيني أشوف اللافتة والعيون اللي واقفة عندها. قبل المغرب بشوية صحيت على صوت خفيف، رنة مفاتيح جاية من الصالة. قمت مخضوض، مفيش حد، بس على الترابيزة لقيت تعليقة جلد صغيرة، نفس التعليقة اللي عليها اسمي متوسخة بتراب اسود. حاولت ارمي التعليقة في الزبالة. اول ما رميتها سمعت همس واطي: مش بتترمي. التفت بسرعة، مفيش حد. رجعت ابص على الزبالة، التعليقة كانت فوق الزبالة من بره، كأن حد طلعها. قعدت ابص عليها دقيقة كاملة، وبعدين قلت: ده توتر، ده تعب. بس في قلبي كنت عارف ان ده مش تعب. فتحت الموبايل ادور على اسم القرية، ما لقيتش حاجة، لا خرائط ولا صور ولا حتى حد بيتكلم عنها. سألت سواق على القهوة جنب بيتنا، ضحك ضحكة قصيرة وقال: قرية تقفل بعد الغروب، دي اللي الناس بتقول عليها ما تروحش هناك. قلت له: اسمها ايه؟ بصلي وسكت، وبعدين قال: اللي يعرف الاسم بيرجع. قررت ارجع المكان الصبح بدري قبل الغروب بكتير. وصلت لنفس المنطقة، مفيش قرية ولا بيوت ولا عمود نور، بس أرض فاضية ومزارع، كأن المكان اتشال من الخريطة. وأنا راجع بالعربية لقيت على جنب الطريق مسمار صدي لوحده ومعلق عليه سلسلة مفاتيح مش بتاعتي، بس عليها نفس التعليقة اللي باسمي. قبل ما ألمسها الهوا بارد فجأة، وسمعت نفس الصوت القديم من ورا ظهري. لسه ما سلمتش صح، اتجمدت. حاولت ألف ما قدرتش. الصوت همس: احنا مش بنرجع اللي خرج، احنا بنعلمه الطريق. وفي ودني طلع الهمس اللي حفظته: ارجع. ولما بصيت ناحية الشمس كانت بتغيب بسرعة زي أول مرة.